اهلا بيكم في فيديو جديد من طرائف العمل. هنعرض لكم اطرف واغبى حاجه حصلت للعمال اثناء شغلهم. لا حصل لك زيهم ما تنساش تقول لنا في الكومنتات، ويلا بينا نبدا. العامل ده مصر يوقع السور، الاتقان في العمل ما فيهوش كلام، بس تدور على نقط ضعف السور اسهل، وده اللي عمله زميله. اركن انت بقى على جنب. الاتنين دول بيشتغلوا سوا لتلميع السور. حد خد باله ان العامل التاني موصل الكهرباء؟ اكيد ده مش بيحتاج يدفع فاتوره الكهرباء لبيته. الظاهر صاحب التليفون ده مش مأمن عليه وتعب من سرقته، فقال يصب اضمن. لو مكسل تروح الجيم هنجيب لك الجيم لحد بيتك. اسرع طريقه لتخسيس البطن، نصيحه ما تجربهاش في البيت. لما تكون شغال في امان الله وتلاقي حد مبوظ لك شغلك، شكل المهندس كان بيغش في المونه. اظن الصنايعي ده لسه مبتدئ علشان يقع تحت ايد زميله ده. وادي اخرة اللي يعتمد على عينه في ميزان السور، البيت هيقع بينا كلنا. لما تكوني مستنيه بالساعات وفي الاخر يجي بس ينسى انك ركبتي. بذمتك مش حاسس انك خفيف؟ استنى يا عم الحاج. لما تكون عايز تشتغل بس انت انسان كسول، هتكون دي النتيجة. ده لو دخل حرامي هيقول له اتفضل. ممكن تتلخبط بين عربيتك وواحدة جنبها لو نفس اللون، بس انك تنسى ان عربيتك مش سودة، انت كده داخل على زهايمر. لما تكون طالب غاز وصاحب العربية مستعجل، اسرع تنزيلة غاز هنولع كلنا. قلنا بلاش موبايلات جنب الزيت اهو اتقلم على البطاطس. لما تكون بتحب شغلك بزيادة وبتستقبل الطيارات برقصة، الاخ ده المسؤول عن اخر طيارتين وقعوا. ده لما يبقى ربنا ساترها معاك وامك دعايه لك قبل ما تمشي. الصنايعي ده بدل ما يقطع الخشب بس قطع سلك المنشار بالمره. قلنا نركز واحنا شغالين. ده بقى لما صاحبك الغشيم يهزر معاك بيبقى هزاره كده. الاخ ده مصر يسيطر على خرطوم الميه، ده بقى اللي قادر على التحدي والمواجهه. لما تكون شغال وربنا يبعت لك واحد غبي يبوظ لك كل اللي انت عملته، لو منك ادفنه فيها. وهنا الاخ ده بيقيس الحيطه بطوله. خرطوم المطافي ده شكله زعلان من حاجه، محدش عارف يسيطر عليه خالص. حد يقفل الميه يا جدعان. دي اخرة اللي يلعب بالتلج يقع في قروسه. لما تحب تسعد نفسك بنفسك، ده اكيد مطعم رامز الطائر. فين المقلب بقى؟ وصل بينا الكسل حتى اننا نكسل نلعب ونخلي الروبوتات تلعب بدلنا. ده لسه ياما هنشوف. انت لو فلوسك حرام مش هيحصل معاك كده. اسرع توصيله ببرتقان. لما تبقى صنايعي غبي لسه جديد في الشغل توقع السور، والله ما انا سايبك. ده لما تبقى مزعل نصك التاني، كل واحد بيمشي بمزاجه. نوصل الخرطوم الاول، الناس دي جديده في الشغل. ده لما تكون غتت وتحب ترخم على صاحبك بس هو بارد، وادي المفتاح. من شوقه ليها مستعجل لبس في الباب. الظاهر ان الاتنين مشتاقين لبعض كتير. ما حدش بيتعلم من اخطاء الاخرين لما نقع بمجهودنا. ما بيعرفش يوقفها، ما بيعرفش يوقفها. حد يمسك المكنه دي. تعبك راح على الارض، هنلم من جديد. الظاهر ان الجذع ناشف حبتين. ايه ده؟ هو ده اللي انت بتقطعه؟ روح يا عم الحاج. احدث اختراع للعجل، لما تكون مكسل حتى تسوق عجله. اغبى بتاع نقل شفته في حياتي، ما عندوش مرايات يشوف ورا. طب مش حاسس بحاجه وراك؟ الباب ده شكله غالي جدا علشان كل دول يشيلوه. هوبا اتكسر، شكله اتحسد. ده لما يكون المهندس بيغش في الخشب. الخرطوم ده مش بيمشي ليه؟ يلا يا عم تعالى حاسب في بحر وراك. ده لما يكون فلوس التاجر حرام، انت لسه هتتفرج؟ الحق اللي فاضل اجري. ده المعنى الحقيقي للحظ، عارف صحابه بس انت حظك نحس. لما تكون محمل بزياده والمكنه تغضب على الطلعه. تعالى بس وانا اخف الحموله. ده لما تسيب الصيف كله وتقرر تقص العشب في الشتاء، دي بتبقى النتيجه. ما هو اكيد الكوبري مش مكانه اللي غلط، السواق اللي جاي من طريق غلط. اكيد سواق الاتوبيس ده مش طايق الركاب، نزل كل الشنط قبلهم، كل واحد يروح يدور على شنطته بقى. مش اي حد يسوق النقل التقيل، في سواقين يستحقوا لقب غبي بجداره. النص التاني زعلان من الاول، حد عنده تفسير؟ 10 رجاله حلو الجديد في صب الخرسانه دي، اوعى حد يمسك الخرطوم. دي غلطه لما تسيب حياتك بين ايد مراتك، التليفون اهم منك. ده لما مكنه الدوران تكون اقوى من العربيه. العامل ده حظه وحش، اللي هياخده من هدم الحيطه هيدي تعويض للازاز اللي اتكسر. لما تكون جامد بزياده تزق عربيه كبيره، اجري وقفها. ده لما تكتشف ان ضاع عمرك وانت بتنظف التلج غلط من عربيتك. ميه سخنه كفايه، ونشكر الصدف اللي عرفتك طريقه التنظيف الصح. لما تكون بتاع بريد بس انت مش طايق شغلك ومش بتحب تطلع سلالم كتير. العامل ده حظه وحش جدا، هيضطر يرص من اول وجديد. لما ما تلاقيش مكان على الشط والشمس حاميه، الجيش قالك اتصرف، نلسق الشمسيه طبعا. حاسب الحموله نزلت على الارض، قلنا بلاش نستسهل يا جدعان. لما تنسى تقفل شنطه العربيه وانت مسافر. اغبى طريقه تنزل بيها التلج من على بيتك، بس المكان حلو مفيش كلام. بتاع الونش ده متمكن جدا، حاسب يا خساره راحت على الارض. لما يتحدوك صحابك توصل للسقف وتنزل بيه.
الشاب مستغرب يا عيني، جبت القوة دي منين؟ لما تجيب عربية غالية بس مفيش جراج يمشي معاها، دي بتكون النتيجة. البنت دي رفضت تطلب مساعدة حد في فتح الإزاز، دي بقى النتيجة، فرقعت في وشها. الأخ ده ما قدرش يوصل للمسرح ويحقق حلمه، بس وصل للونش وحقق حلمه، وده يعلمنا ما نستسلمش أبدا. لما تكون بتركن واحد غلط ويكسر ماسورة المية فوق راسك، قتيل في الأسمنت إيه الحمد لله لسه عايش. السواقين دول بيستعملوا طريق مش بتاعهم ليه؟ دي بقى بتكون النتيجة لما ما تربطش على الحمولة كويس. ولحد هنا بتخلص أطرف المواقف اللي حصلت للعمال. لو حصل معاك موقف منهم قول لنا في الكومنتات، ولو حابين نعمل فيديوهات زي دي تاني عرفنا. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والشير الكتير لأصحابكم علشان يشوفوا الفيديو، واحنا بنكبر بدعمكم. واشوفكم في فيديو جديد، واتمنى اكون اسعدتكم. سلام يا صاحبي.